السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير كتير. صباح الخير، صباح يوم جديد، صباح الهنا، صباح السعادة على عيونكم. النهارده ان شاء الله بقى الفيديو بتاعنا كده يكون خفيف عليكم. طبعا انا قمت كده الصبح وفتحت بقى كده الدنيا، وبعد كده عملنا الفطار الجميل المتين اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الفطار المصري الاصيل بتاعنا، الفول والطعمية والبطاطس وشوية جرجير كده حلوين، وشوية بطاطس مهروسة وحشين جدا من عند المطعم، كانت طعمها وحش قوي. والبتنجان بقى والفلفل. يعني اكيد طبعا البطاطس المهروسه بتاعت البيت احلى كتير، دي كانت وحشه قوي قوي. ففطرنا بقى كده، وبعد بقى ما فطرنا محمد بقى كان جايب الفطيره دي. هو كان جايب بيتزا ودي يعني فطيره حلوه معاهم يعني. فقلنا كده بقى ايه نسخنها ويحلّوا بيها كده بعد الأكل. فطيرة بالسُكّر عادي، يعني عايزة أقول لكم والله أنا باعملها حلوة أوي، أوي، أوي. إن شاء الله نبقى نعملها مرّة مع بعض، هي فطيرة بالسُكّر واللبن، وسهلة جدًا وجميلة ما فيهاش أي حاجة. المهم طلّعت كده الطبق بقى اللي هو بتاع الفطيرة دي كده، قُلت هاسخّنها إيه في الميكروويف، وأطلّع برضه شوية لبن، ما كانش عندي يعني اللبن ما كانش مغلي، كان في الفريزر، فهاطلّع برضه لبن وأغليه علشان أشرّبها إيه شوية لبن برضه تاني يعني. فقُلت كده أحطها في الميكرويف أسخّنها، وكده، كده أنا عايزة أغلي اللبن لإن عايزة أعمل لحمزة لبن وكده. فقُلت خلاص أطلّع اللبن برضه أغليه، ومنها إن أنا أحط شوية برضه إيه على الفطيرة كده إيه ننعنشها كده ونصحصحها معانا من الأول يعني. هي يعني عملتها دقيقتين كده، ما خدتش معايا وقت خالص وسخّنتها، بس مش كنت بقى إن أنا أطلّع اللبن وأجهّزه وأغليه وهي في الميكرويف، لأ، ليه؟ لأ إزاي؟ أفضل واقفة جنبه لحد ما الفطيرة إيه تاخد الدقيقتين بتوعها ويخرجوا. وهنا بُصّوا كنت مطلّعة اللبن لسه هاغلي اللبن، فقُلت خلاص مش مشكلة، كده، كده اللبن لمّا هاغليه هيبقى سُخن إيه معانا يعني، فهيبقى سُخن مولّع كمان. فهاحط بقى على الفطيرة بتاعتنا وحاجة كده بسيطة نحلّي بيها. بُصّوا هو النهارده كلّه إيه يوم حلو في حلو كده. حطيت بقى اللبن بتاعي بُصّوا بعد ما غليته بُصّوا شايفين بقى والدخانة بتاعته إيه، حطيت كده على الفطيرة وإيه وحاجة بسيطة يحلّوا بيها. المهم بقى بُص بعد بقى ما كلنا وفطرنا وحلينا، طبعًا الجو طبعًا حَر. فقُلت بقى إيه آخد أوضة الرُكنة كده على الماشي. طبعًا الأوضة دي اللي إحنا على طول قاعدين فيها، اللي هي على طول بتبقى ما تتشافش كده، بتبقى زريبة والله العظيم بمعنى الكلمة، وبتبقى مطرّبة جامد أوي، أوي، يعني مليانة تراب. فخدتها كده بقى على الماشي كده شِلت السجادة اتّخرت كده الرُكنة كده بمكانها ومسحت كده وإيه، ورجّعت الحاجة مكانها تاني وبقت زي الفل. المهم بقى إيه، نزلت بقى جِبت بقى إيه شوية فاكهة كده حلوين. اليوم اللي قبليه كان لأ من قيمة يومين بالضبط، كان محمد كده داخل علينا طبقين قنبلة. عارفين أنتم القنبلة دي اللي هي الفخفخينة دي، مش عارفة كان قنبلة والّا فخفخينة صراحة. المهم طب تعالوا الأول نشوف جِبت إيه وبعد كده نرجع للموضوع تاني. أنا هنا جِبت طبعًا مانجا، المانجا العشق طبعًا العشق، العيش قلبي، قلبي باحبها جدًا. ده كان حوالي 2 كيلو مانجا، وجِبت برضه عنب، ده كان حوالي كيلو عنب. تمام، عايزة أقول لكم الفاكهة أسعارها مولعة خالص بصراحة يعني، الفاكهة غِليت جدًا، جدًا. المهم جِبت المانجا وجِبت العنب زي ما قُلت لكم ده كان عامل كيلو، وده كان تفاح على برقوق. الاتنين دول كانوا عاملين كيلو مع بعض، يعني كان التفاح ب35 والبرقوق ب35 الاتنين نفس السعر، فاللي هو وزننا من الاتنين كيلو على بعض. وده موز، ده كيلو برضه من الموز. بس المهم إحنا جِبنا بقى شوية الفاكهة الحلوين دول ليه بقى، علشان خاطر لأ لسه، 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 وجِبت كمان كيس البسبوسة ده، تمام. خلاص كده أنا هاعمل إيه بقى، هاعمل قنبلة أو فخفخينة، تمام. المهم الأول هاجيب كيس البسبوسة بتاعي، وهابدأ إن أنا أعمل صينية بسبوسة عادية خالص، خالص. بس كنت عايزة أقول لكم حاجة على البسبوسة أو أكياس البسبوسة الجاهزة دي، إن كل كيس مكتوب عليه طريقته، يعني مش طريقة واحدة لكل الأكياس. يعني إيه طبعًا أكياس البسبوسة دي أنواع، في بسبوسة اسمها ماركيز أو ماركيز، وفي حلو الشام، وفي بسبوسة اسمها كريمة، وفي أكياس كتير وأنواع كتير. فطبعًا دي السميد طبعًا عشان مختلف، فكل بسبوسة طريقتها مكتوبة على الكيس، ما تعتمديش طريقة واحدة تمشي بيها. يعني أنا كل كيس باعمل الطريقة المكتوبة عليه. في كيس يقول لِك حطي ال الز ال الزبادي على اللي هو الخليط السميد أو دقيق السميد اللي جوّه، واخلطيهم كويس وبعد كده انزلي بالسمنة. في يقول لِك لأ العكس حطي السمنة.
مع دقيق السميد واخلطيهم، وبعد كده انزلي بالزبادي. وفي بسبوسة يقول لِك حطي بيكنج باودر، في بسبوسة يقول لِك لأ. فكل كيس على الطريقة اللي مكتوب عليه امشي عليها يعني، هتطلع معاكِ كويسة جدًا. عايزة أقول لكم كانت طعمها تحفة أوي، 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 أوي. البسبوسة لوحدها كانت طعمها بجد حلوة جدًا. فالمهم أنا مشيت على الطريقة اللي كانت مكتوب عليها هنا. هي هنا كانوا قايلين إن إحنا نخلط السمن مع الدقيق، واللي هو دقيق السميد يعني، وبعد كده حطي الزبادي. في بقى حاجة تاني تركاية تاني عايزة أقول لِك عليها، لمّا تيجي تخلطي السمنة مع دقيق السميد بِسّي براحتك خالص، واخلطي براحتك خالص، خالص، خالص. تمام، خدي وقتِك يعني. خلاص بدأتِ بقى تحطي المواد السايلة على البسبوسة أو على الخليط اللي أنتِ عاملاه، لأ، ما تخلطيش كتير، لمّي بسبوستِك بس عشان ما تنشفش معاكِ. وده التركاية اللي باقول لِك عليها دي، سواء بتعملي البسبوسة اللي هي بتاعة الأكياس أو بتعملي البسبوسة اللي هي العادية، لو هتجيبي دقيق سميد عادي وتبدئي الطريقة بتاعته من الأول خالص. فلمّا تيجي يعني تخلطي السمنة مع دقيق البسبوسة، اخلطي براحتك خالص، خدي وقتِك. إنما أول ما تيجي تحطي بقى المواد السايلة سواء زبادي سواء لبن، لأ خلاص لمّي العجينة علشان خاطر ما تنشفش معاكِ. فده السبب أو التركاية اللي تخلّي البسبوسة تنشف معاكِ، سواء بسبوسة أكياس أو بسبوسة أو دقيق عادي سايب هتعملي بسبوسة من الأول. لإن في كذا حد بعت لي قبل كده وقال لي إن البسبوسة بتنشف معاه، فالتركاية دي مهمة جدًا. بس المهم خلصت كده بقى البسبوسة وهادخّلها الفرن. وأنا عملت الشربات بتاعها كوباية سكر على كوباية من المَيّة على عصرة يعني نُص ليمونة، وحطيت بعد كده الفانيليا يا دوبك إنها تغلي 5 دقايق وباطفي عليه خالص. هي بتبقى دافية والشربات بيبقى دافي، هي طبعًا مدارس. أنا من أنصار البسبوسة تبقى دافية والشربات بتبقى دافي، وهتاخدي أحلى بسبوسة تعمليها. يعني البسبوسة قصدي لسه طالعة والشربات كان دافي، هتاخدي بجد نتيجة حلوة أوي. خلاص كده خلصنا البسبوسة بتاعتنا. هنبدأ نرجع للفاكهة طبعًا بعد ما غسلناها كويس أوي. هابدأ بقى إن أنا أخرّط الفاكهة. طيب تعالوا بقى نرجع للقصة بتاعتنا وأقول لكم إيه قصة الفخفخينة أو أو القنبلة أو أيًا كان الاسم بتاعها يعني. المهم إيه، إحنا كده كنا قاعدين من قيمة يومين، لقينا محمد داخل علينا كده مشكورًا طبعًا، داخل علينا ب3 علب كشري صغيرين. عارفين أنتم أنواع العلب الكشري البلاستيك الصغننة دي؟ أيوه هم دول. بس هو ما كانش دخل بقى، ما كانش فيهم كشري، كان فيهم فخفخينة أو كان فيهم القنبلة دي. طيب إيه بقى، طبعًا إيه فرحنا ويالّا يا جماعة وهنحلّي ومش عارفة إيه. المهم طيب الأول إيه يا محمد دول بكام؟ دول كانوا 3 علب. ال3 علب دول كانوا عاملين حوالي 120 جنيه. اللي هو إيه ده! إزاي 120 جنيه! يا خبر! طب يالّا خلاص مش مشكلة يا جماعة، أكلة ومن نفسنا ويالّا ناكل ونفتح ونسمي الله ونحلّي. إيه ده! نبُص، أول علبة، كل ال3 علب زي بعض بصراحة يعني، بصراحة يعني هو الراجل ما قصّر والله. 3 علب زي بعض. إيه بقى المكونات اللي فيهم من جوّه؟ المكونات اللي فيهم من جوّه عنباية، والله زي ما باقول لكم كده عنباية، عنباية واحدة، اللي هو حاططها على الكريم شانتيه من فوق أكنه كريز. تمام. يعني خرطتين أو اللي هو شريحتين من الموز. عارفين أنتم الموز بنقطّعه كده شرايح كده، شريحتين من الموز، على شريحتين من التفاح، على شريحة من البرقوق، على باقي بقى العلبة دي أو باقي البتاعة اللي هي اللي جايب فيها دي. عارفين أنتم الشمام، مش الكنتالوب ومش الأناناس، اللي هو الشمام الأصفر اللي هو الماسخ جدًا، جدًا، جدًا ده. هي كلّها من جوّه الشمام الماسخ ده، عليهم بقى الكميات اللي أنا قُلت لكم عليها من بقية الفاكهة دي، والله العظيم، على حبّة عصير المانجا اللي محطوطين. تمام. من الوش بقى كده حاطط حتّة بسبوسة، وحاطط حتّة كنافة، وحتّة قشطة على الجنب كده. وللأمانة كان حاطط إيه، اللي هو زي روزيتا كده من الكريم شانتيه اللي هي ورداية كده. بس هو ده اللي كان فيها. وكان ال3 بكام بقى، ب120 جنيه. فبصراحة أنا اتضايقت جدًا، بجد والله اتضايقت. ليه؟ أولًا ما كانش طعمها حلو، كان الشمام ده ماسخ، شمام وفي حد بيحط في قنبلة شمام، وطبعًا لا فيه رز بلبن ولا أي حاجة خالص فيها، ما فيش. فأنا صراحة اتضايقت وكلناهم بالعافية يعني عشان برضه ما يترموش خسارة. فالمهم بقى قُلت لأ، خلاص بقى مش هينفع كده، أنا لازم بقى إيه، اللي أنا أعوّض المنظر اللي إحنا شُفناه ده والطعم اللي إحنا كلناه ده، وأعملها في البيت بقى وأبهر محمد وأورّيه النتيجة. بصراحة بقى كانت النتيجة تحفة جدًا. زي ما أنتم شُفتوا بقى الفاكهة اللي إحنا جبناها دي، بدأت إن أنا بقى إيه، أقطّع كده الفاكهة. قطّعت التفاح
وقطعت بقى البرقوق يا جماعه، ايه البرقوق وايه جمال البرقوق ده، حلو قوي بجد. قطعت برضو البرقوق، وده الموز برضو هقشره واقطعه، وبعد كده احط العنب. طيب الحاجات اللي انا جايباها دي كلها كانت هنا ساعتها عامله 200 200 جنيه 200 وحاجه عشان البسبوسه. واشترينا قطعه قشطه كانت ب 28 جنيه، كانت طعمها حلو قوي كده. قشطه بالوزن يعني، كان القطعه اللي احنا وزناها دي كانت عامله 28 جنيه. فالمهم كله كده كان عامل حوالي قول 220 او حاجه، طبعا اغلى من الثلاث علب اللي احنا جبناهم بتوع القنبله دي. بس لا بصراحه بقى هو اغلى بس انضف، وكميات احسن، كميات كتيره يعني. احنا البوله دي كلها انا عملتها، وطبعا قعدنا ناكل فيها، اللي هو قعدنا ناكل فيها يومين ثلاثه. وطبعا المكونات لا موز بقى، كله موز براحتكم، تفاح، لا البتاع كده ايه، او الطبق اللي انت هتغرفيه او الطبق اللي انت هتاكليه، لا في الفاكهه اللي انت بتحبيها، الفاكهه المسكره الجميله. يعني بجد الفلوس اللي انت صرفتيها طبعا اكتر من اللي احنا كنا شارينه، بس لا النتيجه كانت حلوه جدا، كانت النتيجه بالنسبه لي مرضيه قوي. يعني بصوا شايفين العنب بقى براحتنا، والموز براحتك، وكل الكميه اللي انت عايزاها براحتك. هنا طبعا انا كنت بطلع العنب بس كان رخم، بيطلع عارفين بالبتاعة اللي هي بتبقى الرخمة دي اللي عاملة زي الشوكة اللي بتبقى ماسكة في العنبية. فصراحة غلبني يعني في ايه في تفصيصه يعني. فكنت بفصص شوية وعلى بقي شوية. فعايزة اقول لكم كمان ان كمان من الفاكهة دي عيالي كلوا منها كده، كلوا منها فاكهة كده عادية. فيعني ما شاء الله، هو كانت عاملة 200 بس طبعا كلنا منها فاكهة كده، وعملنا القنبلة اللي احنا عايزينها بطعم ونظافة، وهتشوفوا شياكة، وكانت بجد حلوة قوي 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 عن بتاعة برّه. يعني أنا عايزة أقول لكم في حاجات أنا أعملها في البيت بتبقى فعلًا أحلى من بتاعة برّه، وفي حاجات لأ، ما بتطلعش زي برّه، فبصراحة باشتريها، اللي هو لأ مش هاعمل في البيت وخلاص، اللي هو أنا هاعمل في البيت لمجرد إني هاعمل وخلاص، لأ. وفي حاجات لأ، ما بتبقاش زي برّه، أنتم فاهمين قصدي؟ فإنما دي بصراحة من الحاجات اللي أنا لأ، ما اشتريهاش تاني من برّه، أنا أعملها في البيت، الكميات براحتنا ناكل أنا وعيالي، وهيصنا بقى براحتنا كده. المهم بعد خلاص ما خرّجت بقى بُصّوا الفاكهة، جِبت بقى المانجا بتاعتي كده اللي أنا باعملها كده وقلبي بيتقطّع يا جماعة، لإن أنا باحب آكلها، باحبها تتاكل كده، ولغوص بقى كده لغوصة المانجا. بُصّوا بقى، أنا كنت فاكرة إن التليفون بيصوّر بصراحة، بس يعني هو عملها معايا وما كانش إيه بيصوّر. أنا ضربت المانجا عصير، وبعد كده إيه حليتها بالسكر بتاعها، وحطيتها بقى على الفاكهة اللي أنتم كنتم شايفينها في الطبق، وقلّبتها. والبسبوسة بتاعتي قطّعتها قطع كده زي ما أنتم شايفين، وقطع صغيّرة. هو الراجل كان حاطط خرطة بسبوسة صغنطوطة، وخرطة كنافية، وحتّة قشطة على الجنب. أنا لأ بقى، بُصّوا حطيت بقى بسبوسة قد إيه، وكل قطعة بسبوسة أنا كنت باقطّعها، كنت باقطّع عليها حتّة قشطة كمان على قطعة البسبوسة. يعني بقى بُصّوا شايفين الطبق بقى غني إزاي، وبقى فيه كميات كبيرة، وبجد طعمها حلو أوي، 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 يعني فوق ما تتخيّلوا. والبسبوسة مع القشطة مع الفاكهة مع عصير المانجا، بجد والله العظيم حلو أوي، أوي. فبس أنا بقى خلّصتهم كده وحطيتهم في الأطباق كده، وبعد كده شِلتهم بقى في التلاجة يسقعوا براحتهم، وبعد كده طلّعناهم علشان نحلّي بيهم. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده. حبيت اوريكم لا ان في حاجات احنا نقدر نعملها في البيت بتبقى احلى من بتاعه بره، او ممكن يكون في قنبله حلوه قبلكم، بس بصراحه لا احنا طلع حظنا وحش فيها، فكانت وحشه جدا. فعملتها في البيت، فحبيت اوريكم ان احنا نعملها في البيت بكل سهوله، وبرضه هتبقى اوفر ليكي حتى لو انت جايباه اغلى من ما انت اشتريتي، بس هتبقى اوفر في الكميات. وبس كده، استنوني في فيديو جديد، وبحبكم في الله، ومع السلامه.